واش في خبارك ان الفيفا فرضت على المغرب انها تحط 500 مليار باش تنظم كاس العالم؟ ايها الشريف، منيار ينطح منيار. الفيفا شرطت على المدن اللي غادي تصادف كاس العالم انها تحط 300 مليون كضمان. اشاب كدولار معلم. ولكن قبل من هذه الروينه كامله خصنا نعرفوا بعد المغرب شحال خصص ديال الفلوس لهذه الاستثمارات كاملين، اللي من ضمنها البنيه التحتيه والملاعب والمرافق الرياضيه. راه كنهضروا معلم على اكثر من 58 مليار ديال الدرهم. يا الشريف، وهذه راه خاصه غير بالملاعب واي حاجه اللي غادي يستافد منها الجمهور واللعابه. اما البنيه التحتيه بشكل عام اللي عندها واحد العلاقه مباشره مع هذه المدن اللي غادي تنظم كاس العالم والمدن المجاوره لهذه المدن، فراه غادي تصرف عليها اكثر من 16 مليون ديال الاورو باش تقاد وترمم. اما اهم المشاريع بطبيعه الحال هو ملعب الحسن الثاني الكبير، واللي كاين في بن سليمان، واللي غادي يكون اكبر ملعب في العالم اللي كيقدر يهز اكثر من 115 الف شخص، واللي هو المرشح الاكبر باش انه يستضيف المباراه النهائيه في كاس العالم 2030. دابا هذا الشيء كامل راه زوين تسمعوا ان البلاد ديالك غادي تقدم وانها غادي يوليو فيها ملاعب والبنيه التحتيه، ولكن هذا الشيء راه واحد 3 ثواني وكيبدا يفيق عليك في المواجهه، وكتفكر ان الواقع ديال المجتمع المغربي حاليا صعيب انه يتقبل كل هذه الاموال الطائله كتخسر على قطاع ديال كره القدم والرياضه، عكس قطاعات اخرين اللي فيهم واحد الخصاص مهول. وراه نتوما عارفين بلا ما ندخلوا في التفاصيل، خاصه ان الفيفا فارضه سيدي واحد 50 مليار على كل مدينه من هذه المدن اللي غتستضيف كاس العالم، وزائد الاعفاء الضريبي. اي حاجه دخلتها الفيفا ما غتحط عليها حتى جدريه للخزينه ديال الضرائب. ايها الشريف، كيف ما كتسمع، طالعين واكلين هابطين واكلين. المهم هما ما عندهمش الخساره، عندهم غير الربح. الفيفا راه دايره واحد العقد مع هذه المدن تحت مسمى اتفاقيات المدن المضيفه. هذا العقد هذا كيلزم على كاع هاد المدن هادو يتنازلوا على بزاف ديال المداخيل، عكس الخساره. اي خساره كانت كيتحملوها غير بوحدهم، الفيفا ما عندها حتى شي علاقه، وديك المدينه هي اللي كتخلص، ومناش من الميزانيه ديال الدوله. الفيفا ديما كتحط واحد الشروط اللي هي صارمه، وشروط اللي كيكونوا كيحميوها هي بالمقام الاول، وكيحميو داك الربح الصافي ديالها. راه غير الاعفاء الضريبي اللي فرضه دابا الفيفا على هاد المدن اللي غادي تصادف راه فيه بزاف ديال الحوايج. راه كنهضروا على بيع التذاكر، على حقوق البث، على الاعلانات، على الرعاة. هاد الشيء كامل وهاد الهيلمان كامل الضرائب المغربيه ما غيستافدوا منه في والو، وكاع داك الشيء غيمشي للفيفا، وغادي تحرم دوك المدن من داك العائد المادي اللي ممكن انها تستغلوه بزاف ديال الامور وبزاف ديال الحوايج اللي ممكن يطراو في ديك المدينه اللي تقام فيها كاس العالم. ونزيدك الطامه الكبرى هي الا وقعت شي حاجه لا قدر الله في ديك المدينه اللي مقيوم فيها المباريات ديال كاس العالم وكان شي خسائر ماديه، المدينه اللي غتخلصهم، والفيفا ما عندها حتى شي دخل. بالعكس تقدر كاع هي تطالب بدوك العوائد الماديه اللي كانت معوله عليهم، وشكون اللي غيخلصهم؟ المدينه اللي غتخلص داكشي، حيت هي في الاول سنات على داك الشرط وحاطه ديك ال 50 مليون كضمان الا وقعت شي حاجه. الفيفا اصلا ما تهضرش معاك، غتمشي تاخذ من داكشي اللي كاين. وفاش كنقولوا راه المدينه اللي غادي تكلف، بطبيعه الحال راه كنهضروا على المال العام. مني غادي تكلف، مني غتجيب هي التكلفه، غتاخذ من المال العام باش انها تصيب داكشي. وفاش كنهضروا على المال العام راه كنهضروا على فلوس الشعب، ساهله وماهله بلا ما نبقاو نلويو فيها. وهاد اللقطه بالضبط هي اللي كتخلع بزاف ديال المدن فاش كتكون شي استضافه ديال كاس العالم، ويقدروا كاع هاد المدن هادو يعلنوا الانسحاب ديالهم، حيت كيقول لك ما عندنا علاش نغامروا وتوقع شي كارثه ويصدق واقع واحد الخلل في ديك الميزانيه ديال ديك المدينه. غير باش نبسطها لكم، دابا واحد المدينه ملعوب فيها كاس العالم وطرا فيها داكشي اللي طرا في سبته، وهذاك الانفلات الامني، وكانوا بزاف ديال عباد الله داخلين والترونات، ووقعوا خسائر ماديه اللي هي كبيره، ونفرضوا ان دوك الخسائر تسببوا في الايقاف ديال المباريات. والمباريات بطبيعه الحال ملزومين بواحد البث مباشر وملزومين باعلانات وروينه كحله. شكون اللي غادي يخلص هذا الشيء كامل؟ ماشي الفيفا، غتخلصوا المدينه اللي التزمت النهار الاول، وهذا هو اللي كيتسمى بالتعويض المطلق، وهذا شرط ملزمه الفيفا على المدن المنظمه. وهذا الشيء علاش الفيفا طالبه داك الضمان ديال 50 مليار لكل مدينه. اي حاجه طرات غتمشي تهز من داك ال50. يعني هاد الست المدن اللي فيها المباريات واللي هي اكادير، مراكش، فاس، طنجه، الرباط والدار البيضاء غيحطوا تقريبا 300 مليار فوق الطبله للفيفا كضمان. هادشي بطبيعه الحال راه مطبق حتى على اسبانيا والبرتغال، ماشي غير المغرب. ولكن واخا هكاك الوضع مختلف، وكيختلف ما بيننا حنا وما بين اوروبا، حيت دول مثلا بحال اسبانيا عندهم المدن مستقله وعندها استقلاليه ماليه ماشي بحال اللي عندنا في المغرب. وهذه الاستقلاليه الماليه اللي عند هذه المدن كتخول ليها الحق بانها كاع تقدر ترفض وتنسحب كاع من هذا التنظيم، من حقها. والموافقه كتجي من العمده ديال هذه المدينه. الا ما وافقش وبان ليه داك الشيء ما خدامش، غادي يعلن الانسحاب ديالو ويخرج، وتا حد ما غادي يتحاسب معاه، لا من الفيفا لا من الدوله. وراه هادشي بصح النيت اللي طرا دابا في اسبانيا، حيت في الاول كانوا مرشحين 15 ملعب اللي غيصادف المباريات كاس العالم، ودابا
ولاو غير 11. 4 انسحبوا وما بانش لهم في ذاك البلان، وفضلوا انهم ما يغامروش بالميزانيه ديال المدينه وهما ما غاديش يربحوا شي حاجه. وهذا الشيء هذا راه ماشي اول مره كيطرا، هذا الانسحاب هذا راه كيجي من بعد واحد الدراسات، وكما طرا غير في هذا كاس العالم الاخرى اللي تنظمت في امريكا. فاش عمده ولايه شيكاغو رام ايمانويل جاهم من الاخر ورفض انه يستقبل اي مباراه في هذه المدينه اللي مكلف بها هو، بحجه ان الفيفا غير كتستغل الاموال ديال الناس وكتربح غير هي، وما كاينش واحد العائد مادي حقيقي اللي غادي تنتعش به المدينه. وهنا غادي يجي السؤال، واش حتى المدن المغربيه ديالنا قادره انها تقول لا الا كانت الخطيه اكثر من الرباح؟ وللاسف غنجاوبك وغنقول لك لا معلم، ما تقدرش تقول لا، حيت هذا الشيء هذا ما عندناش حنا في المغرب. هاد المدن السته كاملين غادي يخلصوا هاد الضمان، لانه بكل بساطه ماشي هي اللي مكلفه بها، ولكن مكلفه بها مؤسسه 2030 واللي جمعات كل شيء في يديها، حيت اصلا هاد المؤسسه تدارت باش توفر جميع الضمانات الخاصه بكاس العالم من ميزانيه الدوله. يعني حنا كشعب راه فينا غير كيزوقوها وصافي. المدن ديال دول العالم الاول عندهم واحد السلطه وسياسه ماليه اللي صعيب انك تفرض عليهم شي حاجه، عكس حنا في المغرب اي قرار كيتخذ تحت قبه البرلمان وكيكون واحد التصويت، فاش كيكون الاجماع على شي حاجه صافي ما كيبقى عند حتى مدينه الحق انها ترفض شي قرار، وغادي يتنفذ في ديك المدينه. هذا الشيء علاش المدن المغربيه ما عندهمش الحق انهم يهضروا على حتى شي حاجه دايرها الجامعه الملكيه ديال كره القدم اولا مؤسسه 2030، وكيبقى هذا التخطيط والتنظيم كامل ديال الجامعه الملكيه ديال كره القدم، وهي اللي محكمه في زمام الامور كامله. وهنا غيكون سالا الفيديو ديالنا. كان معكم علي، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.